ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن موضوع انا عديت بيه الفتره اللي فاتت. كنت حاسس ان انا في بيرن اوت كده، فاهم؟ فمحروق، مش عارف اعمل اي حاجه. كنت بيعدي مثلا، ابقى انا عايز اعمل كل حاجه عادي، فاهم؟ انا عايز اقوم الصبح بدري اشتغل، عايز اقوم اصور، عايز اقوم اعمل اي حاجه، فاهم؟ بس مش قادر، فاهم؟ انا دماغك فاصله. الموضوع ده فاهم بيبقى صعب، عشان يعني انا عارف وانا فاهم، انا عارف وقاري عن الموضوع ده قبل كده، وسمعت كذا فيديو عنه، اتفرجت على كذا فيديو عنه كده. بس برضو انت الموضوع لما بتبقى فيه بيبقى غير خالص، فاهم؟ انت لازم تبقى عارف انت هتخش لما ايه مع علاماته، عشان لما يحصل لك و- وبرضو تبقى عارف، يعني قصدي الطريقة ان انت ايه تطلع بيه في منها، فاهم؟ عشان لما يجيلك علاماته دي تروح ايه مستخدم بقى ازاي تطلع منه، فاهم؟ مش بس ان انت عارفه، فاهم؟ مهم، يعني بتبقى ايه، انت بتحس ان انت كل يوم انت فاهم انت فاقد الشغف، بس انت عايز، فاهم؟ بس مفيش، يعني الدنيا واقفة، فاهم؟ آه، ده بيبقى اسبابه كتير طبعا، فاهم؟ انت ممكن تبقى ضاغط على، يعني انا كنت مثلا الفترة دي كنت ضاغط على نفسي، فاهم؟ قوي، فترة كبيرة، فاهم؟ ممكن 10 شهور ولا حاجة، فاهم؟ كنت بحاول اللي هو مثلا انا كان في كذا حاجة مثلا مش عجباني في حياتي، فاهم؟ فانا زي بهرب بالشغل، فاهم؟ يعني بالظبط يعني زي بالظبط اللي بيهرب مثلا بان هو بيلعب مثلا عادي، فاهم؟ بيلعب العاب، آه، او ان واحد مثلا بيهرب باي ادمان تاني بقى، فاهم؟ فانا كنت بهرب بقى بيه. فكنت فجاء عليا فترة بعديها بقى خلاص، فاهم؟ انت اتحرقت، فاهم؟ مش عارف تعمل اي حاجة، مش حاسس بأي حاجة، فاهم؟ يعني حتى لو عملت، يعني حتى لو انت كنت ماشي انا مش عايز اعمل حاجة بس هعملها وخلاص، على امل بقى، فاهم؟ ان انت تاخد دوبامين او اي حاجة منها، فمفيش حاجة، فاهم؟ حتى لو عملت مثلا كان في كذا هدف كنت حاطه، حتى لو حققت كذا هدف منهم ما كانش بيحصل لي اي انبساط، مفيش اي سعادة، فاهم؟ فالموضوع ده بيبقى صعب، فاهم؟ مشكلتها برضو في اوقات كتير ان انت اصلا ما بتبقاش عارف ان انت عندك المشكلة دي. يعني مثلا ناس كتيرة ممكن تبقى فاكرة ان ده العادي، ان انت مثلا تكون مش حاسس بأي حاجة، فاهم؟ لا، هو ده مش العادي، انت المفروض تبقى عايش عادي، حاسس بقى مثلا زعلان في فترة، فرحان في فترة، مبسوط، فاهم؟ متحمس، او مثلا متضايق الفترة دي، او ما، فاهم؟ برضو ممكن ما تاخدش بالك منها عشان هي بتبقى تدريجي، فاهم؟ فالعقل فاهم بيترجم او بيتأقلم مع كل حاجة عادي، فبتبقى تدريجي. فانت لما وهي ماشية عادي، ممكن في علامات بسيطة في الأول ممكن تدلك إن أنت ممكن رايح في الحتة دي، بس أنت مش بتاخد بالك منها عشان هي إيه، مش بتبقى باينة، فاهم؟ هي بتبقى واحدة 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 واحدة، في الآخر بقى بتبقى كبيرة أوي. كل طبعا ما بتبعد كل ما بتبقى أصعب إن أنت تطلع منها، فاهم؟ فأنا هشارك معاكوا علاماتها برضو عشان تبقى عارف إيه هي العلامات اللي أنت لو جاتلك، فاهم؟ تاخد بالك وتحاول تصلح الدنيا، فاهم؟ اول حاجه بتبقى ان انت بتبقى ان انت بتحس ان انت ما بتحسش بحاجه، فاهم؟ انت عادي يعني، فاهم؟ انت ولا مبسوط ولا زعلان ولا متحمس ولا يائس ولا اي حاجه. بقى ممكن كمان تبقى في علامه تانية ان انت تبقى عايز تعمل الحاجه، فاهم؟ بس انت مش قادر تعملها، فاهم؟ يعني انت بتبقى محتاج تعمل الحاجة وانت عارف ان انت هتعرف تعملها، بس مش قادر. وليه طبعا بقى كذا علامة تانية، فاهم؟ حسب بقى كل واحد وحالته. محتاجين برضو ايه نعرف ازاي نخلص من الموضوع ده او ازاي نحله. انت اول حاجة بتعملها انت بتفصل مثلا يوم او يومين، فاهم؟ حاول تفصل قد ما تقدر عادي بقى. ممكن في اليوم الاجازة اللي انت بتاخده تحاول تفصل خالص، ت- تقلل السوشيال ميديا طبعا، فاهم؟ عشان الموضوع ده بيوترك زيادة، هو أصلا بيبقى مبني، أنت بتضغط على نفسك، فاهم؟ بتقارن نفسك بحد، فبتروح تضغط على نفسك أكتر عشان توصل لحاجة، فاهم؟ فهي زي لوب، فاهم؟ فأنت تحاول تقلل شوية برضو من السوشيال ميديا، تحاول تقلل من المقارنة، ما تقارنش نفسك بحد، فاهم؟ وفكرة برضو ان انت لازم تبطل شوية او تقلل حوار ان انت لازم تنجز كل يوم، يعني تبقى فاهم 100% كل يوم، عشان ده صعب اوي،
فاهم؟ مستحيل اصلا طبعا ان واحد يبقى 100% كل يوم، فاهم؟ فده بيحرقك، بيخليك مش قادر تكمل، بيحسسك ان انت ايه، مش فاهم؟ انت كل يوم حاطط على نفسك ضغط ان انت تقوم الصبح تعمل 100% من الحاجات اللي عليك، فاهم؟ في الاخر كده كده ممكن ما تعملش 100%، تبقى ضغطت نفسك، فاهم؟ على الفاضي كده كده يعني. ماشي عادي، انت طبيعي ان انت تبقى محتاج يعني على طول تبقى عايز الاحسن، او عايز تجيب 100%، بس كله بالهداوة، فاهم؟ عشان أنا برضه حاجة اتعلمتها ان مفيش حاجة بتيجي بالحزق خالص، فاهم؟ مفيش حاجة بتيجي بالحزق. انت ماشي، انا عايز الحاجة وعندي فاهم الإرادة ان انا اعملها، بس كله بالهادي، فاهم؟ بشتغل، فاهم؟ كل حاجة بالذكاء، تشتغل صح، تحاول تلاقي الطريقة الصح ان انت تشتغل بيها. حاول برضو تفصل ما بين الشغل وما بين الحياة بتاعتك، يعني ما يبقاش الاتنين سايحين على بعض، عشان ده برضو موضوع فاهم متعب موت. لو انت تطلع مثلا من الشغل عادي، ممكن تلاقي وانت قاعد اتصال جايلك، او حد بيتصل بيك من الشغل بيسألك عن حاجة او حاجة، فاهم؟ الموضوع ده برضو انت كده ما بتفصلش، فاهم؟ هتفضل في الحلقة دي عمال تروح، انت حرفيا انت حياتك كلها شغل، فاهم؟ وبرضو محتاج تتخلى عن فكرة، فاهم؟ الفومو اللي هو ان انت تبقى خايف ان حاجة تفوتك، ان انت كل يوم تمسك السوشيال ميديا عشان تشوف الاخبار الجديدة، مين حصل له ايه، فاهم؟ تفضل متابع كل الاخبار. انت مش محتاج كل ده، كل ده فاهم بيبقى زي حمل اكتر على دماغك، ان انت تطلع من الموضوع وتطلع من الحالة دي. واحنا بنبقى محتاجين ان احنا نقلل الضغط شوية الفترة دي عشان تحاول تستعيد تاني، فاهم؟ تطلع بره. فلما الضغط بيزيد الكورتيزول بتاعك بيزيد، فاهم؟ فتركيزك بيقل، فتبقى اي تاسك بسيطة او اي قرار سهل انت ممكن تاخده بيبقى صعب موت، فاهم؟ وبرضه عشان الواحد يطلع من الموضوع ده هو محتاج يشتغل على 3 حاجات، فاهم؟ جسمانيا، فاهم؟ ونفسيا، وعقليا. تمام. جسمانيا انت المفروض بقى تظبط اكلك، تحاول تاكل اكل صحي على قد ما تقدر، تقلل طبعا من اكل الفاست فود والكلام ده. أم، تحاول طبعا وتظبط نومك، فاهم؟ تحاول تنام لك 8 ساعات مثلا بالليل كده على قد ما تقدر برضه، فاهم؟ كل حاجة فاهم بالهداوة برضه، تدريجي، مش لازم تقط أو كل حاجة مرة واحدة، فاهم؟ والنوم والأكل والحركة، فاهم؟ تحاول طبعا ان انت تعمل اي رياضة، انا هي بتبقى صعبة، فاهم؟ انت بتبقى عايز تتمرن بس مش قادر، بس حتى فاهم لو 5 دقايق، فاهم؟ ممكن تتمشى بس، فاهم؟ تتمرن ضغط، اي حاجة بسيطة، حتى 10 عدات، فاهم؟ وبقى نشتغل نفسيا. نفسيا بقى انت محتاج تعمل ليميت لكل حاجة، فاهم؟ ده الشغل اللي هو اخره في الحتة دي، فاهم؟ مثلا البيت هو اخره نفكر فيه في الحتة دي، حدود للعلاقات، فاهم؟ مفيش علاقات تبقى بتستنزفك وتبقى سايبها، فاهم؟ لا، حط حد لكل الكلام ده، عشان كل ده بيبقى ضغط، فاهم؟ حدود للتفكير، فاهم؟ التفكير ده بيبقى مميت في الفترة دي، لازم يعني تحاول تقلل. انت مثلا التفكير طبعا انت بتبقى صعب ان انت تتحكم فيه، فاهم؟ انت ممكن تقول مثلا تحاول، فاهم؟ تبقى بتخصص وقت معين هو ده اللي بتفكر فيه، فاهم؟ بيبقى مخصص، فاهم؟ مش قبل النوم مثلا الكلام ده عشان هتسرح معاك جامد. ممكن أول ما تصحى مثلا، أو أنت رايح الشغل مثلا في المواصلات، هي دي الفترة اللي أنت بتفكر فيها، تحاول تخصص برضو فترة بتفكر فيها بس، عشان الموضوع ده لما بيزيد برضو، فاهم؟ بيزود الدنيا الضغط. عقليا بقى أنت محتاج تقلل الدوبامين السريع، الدوبامين الرخيص اللي بتاخده من أي حاجة، أغاني بقى، سوشيال ميديا، ايه تاني دوبامين رخيص، فرجة على مسلسلات طبعا والأفلام والكلام ده. تحاول على قد ما تقدر تقلل الكلام ده وتزود الدوبامين الحلو، فاهم؟ انت ممكن تقرا كتاب، حتى حاجات بسيطة، مش لازم، ممكن صفحة، نص صفحة، عادي، ممكن سطرين، فاهم؟ انت تلزم نفسك ان انت تقرا سطرين، حاجة سهلة جدا، بس تخليها برضو بانتظام، فاهم؟ محتاج طبعا تقلل المالتي تاسكينج، ان انت تبقى حاطط كذا كتير قوي بقى، فاهم؟ مهام ان انت المفروض تنجزها، هتقعد في الاخر، فاهم؟ مش هتنجز حاجة خالص، عملت واحدة مش هتعمل تاني، فاهم؟ هتلاقي قدامك لستة كبيرة اهو، مثلا 20 تاسك انت المفروض تخلصهم،
صعب أوي فاهم، وبالذات لو انت في المرحلة دي فاهم. فحاول تقلل عدد التاسكات، تبقى قليلة أوي، تدريجي فاهم. حاجات بسيطة عادي، ممكن تبدأ الأول مثلا بتاسكين بصوت، بعد كده تزود تالتة برضو بسيطة والاتنين التانيين يبقوا زادوا شوية فاهم. كل حاجة تدريجي فاهم، والدنيا بالهداوة، عشان الحزق ده الصراحة بيبوظ الدنيا خالص في الآخر. انت محتاج بس ايه، ان انت تاخد نفسك كده، انت محتاج تركز على ايه بس فاهم. ما تحاولش تشتت نفسك برضو، التشتيت ده بيصعب الدنيا اكتر. ركز فاهم، حط فاهم خطة لكل حاجة وامشي عليها فاهم. خليها بسيطة على قد ما تقدر، والدنيا حلوة. حاول تبسط على نفسك وبس كده. ولازم برضو تبقى عارف ان انت مش محتاج ان انت تعافر اكتر فاهم. مش محتاجة ان انت تاخدها شخص اكتر، انت محتاج بس تهدى فاهم، تبطل تحارب كل حاجة كل يوم بس فاهم. وبس كده الفيديو خلاص. اعمل لايك وسبسكرايب لو عجبك الفيديو، وقول لي برضو ايه ممكن حاجة نحسنها او حاجة، وقول لي اي فكرة برضو تيجي في بالك ممكن اتكلم عنها. بس كده، سلام.